That's my time. I deserved this moment long time ago. And that's it. المقاول ارتيتا بعد ما شاف مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ كان فاكرها اي بعد ما شاف 9 اهداف كاملة، لكن المقاول بيقول ايوه كده انا هستغل الاخطاء اللي بتحصل في الدفاعات. وفي تاني يوم شفناه قدام اتلتيكو مدريد بهدف وحيد، ويا ريته كان من لعب مفتوح، كان من ضربة جزاء، والناس كلها بدأت تتوقع انه مش هياخد اي بطولة في الموسم ده. تعالوا نشوف معانا الاسبوع ال35 وايه اللي هيحصل. يلا بينا. اللي تابع دوري ابطال اوروبا وشاف الماتش الجميل اللي كل الناس استمتعت بيه على مدار الشوطين، قدر لويس انريكي ومعاه كومباني يورونا كرة هجومية صرف، وكل فريق منهم عنده مشاكل في دفاعه محدش فيهم ركز معاها، وحتى يعني ما خرج ديفيز ونزل لايمر علشان الناحية الشمال كانت مفتوحة في بايرن ما فرقش الوضع كتير، واحرز باريس من نفس المكان، يعني اترمت الكرة في ظهره كان فاضي خالص، وحكيمي قبل ما يتصاب كان عمل كرة عرضية عالمية. نتمنى طبعا لحكيمي انه يرجع ويعود بسرعة من الإصابة ان شاء الله. منتخب المغرب طبعا اسود الاطلسي محتاجينه، لكن بالنسبة لنا احنا في البريمير ليج مش عايزين نبعد كتير. مباراة مهمة جدا في ديربي مهم، الديربي اللندني، أرسنال قدام فولهام اللي راجع يعني منتشي من فوز مهم جدا على أرضه قدام الأستون فيلا. الفيلنز كانوا كويسين جدا في المباراة دي، لكن فولهام قدر انه يفوز بيها مع ماركو سيلفا. صحيح بيفتقد خدمات النجم كيفن يعني الصغير اللي قدر انه يوري مهارات جميلة جدا، لكن مازال عنده سميثرو الاكس أرسنال، زال ورقة مهمة جدا وخطير على المرمى وبيقدر ان هو يكون ايجابي. ومازال عنده تشيكويزي بعد اصابة اويبي ممكن نشوفه، والناحية قدام في مينوش اللي بيقدم مستويات كويسة، والنجم المخضرم هيكون بره خيمينيز كورقة يعني باك اب مهمة جدا، ومعاه ويلسون في نص الملعب اللي بيمهد الطريق دايما للمهاجمين وبيحرز كمان أهداف من الضربات الحرة. الفريق متوازن جدا سواء في الدفاع او في الهجوم. عنده ورا النجم النيجيري كالفين باسي بيقدم مستويات كويسه جدا، وروبنسون ناحيه الشمال، ولينو حتى بيقدم مستويات مؤخرا كويسه جدا وكان ليه دور قدام استون فيلا في الفوز ب1-0. المباراه صعبه. الارسنال جانرز طبعا محتاج 3 نقاط، محتاج طبعا ان ارتيتا يبطل توتر وخوف علشان ده بيتسلل للعيبه بتاعته وبينفي عنهم صفه الفريق البطل. وشفنا قدام السيتي قد ايه اللعيبه كانت متوتره جدا جدا وبتتصرف تصرفات غريبه جدا، يعني ناس كتير بتقول ازاي ده مش سليبه، ايه الاخطاء دي كلها، ايه ده يا جبريل، خاصة في أول مباراة. خلي بالك إن أرسنال مازال بيخاف إنه يخش فيه أهداف، مش بيلعب بدفاع قوي، بيخاف. والدليل على كلامي إن حتى قدام أتلتيكو في كورة في العارضة لو كانت دخلت كانت نهت المباراة. ديفيد رايا مازال ديفيد رايا بيقدم يعني وبينقذ مواطنه الإسباني ميكيل أرتيتا. أرتيتا في المباراة دي بدأ يرجع له ساكا، وأوديجار بدأ يخش في اللعبة. وجود تيمبر ممكن بيشارك في التدريبات ممكن نشوفه، خاصة بعد المستويات اللي مش قد كده اللي بيقدمها بين وايت أو موسكيرا، وأنا أتوقع موسكيرا يكون في المباراة دي هو الأساسي مش بين وايت. سوبيميندي ورايس وبدأ يثبت التشكيل خاصة بعد إصابة النجم زاكوينش الألماني تاني، وبقى جوي كريس هو اللي موجود. جابرييل جيسوس ما اعتقدش هو اللي يبتدي، هيكون باك اب متاح وينزله زي ما نزله كده قدام اتلتيكو مدريد. ساكا اتوقع انه ما يبتديش بيه في المباراة دي علشان يعني ما تتجددلوش الإصابة، ويبتدي برضو مادويكي، وزي ما اتفقنا إيسا وأودجارد الاثنين متاحين، وكمان موجود مارتينيلي. المباراة صعبة على أرسنال، محتاج طبعا بعد ما بقى 73 نقطة انه يكمل ويفوز، لان السيتي بأقل بمباراة وعنده 70 نقطة. اللي شاف مباراة نيوكاسل وجماهير الجانرز الحزن والتوتر والحيرة كان على وشهم رغم انهم كانوا متقدمين بهدف بلا شيء، لكن قلقانين وعارفين ان كان لازم يفوزوا باكتر من هدف، وان كل كرة خطيرة على الجون. وشوفنا حاتم الطرابلسي ويسا وهو بيضيع الكرة دي يعني هدف مؤكد، لكن طلعها بره، عملها فولتي مادا بشكل ممتاز، لكن طلعها بره النجم الاسمراني. الإثارة لآخر لحظة في الدوري الإنجليزي، والإثارة اللي دايما بيحبها أرتيتا ما زالت شغالة بسببه هو بعد ما ضيع النقاط. تعالوا نشوف المباراة اللي بعدها، يلا بينا.
وفي الحد الممتاز لقاء قوي جدا وقمة في الدوري الإنجليزي، 2 مدربين في أوضاع مختلفة تماما. واحد كل الناس بتشكر فيه مايكل كاريك وقدر إنه يرجع الروح ويعود بالنجاحات للريد ديفلز، والتاني مع الريدز برضه، لكن كل الناس مش راضية عنه رغم إنه هو فارق بينه وبين كاريك 3 نقاط فقط، لكن الظروف مختلفة تماما. ده كان البطل والتاني يعني كان في خبر كان في الموسم اللي فات قبل ما يمسكوا مايكل كاريك، لكن مازال الدوافع واحدة. الاتنين عايزين يأكدوا انهم يحصلوا على مقعد في الشامبيونز ليج في الموسم القادم. الشباك المحببه لمحمد صلاح خاصه في الاولد ترافورد هي شباك اليونايتد، وبالطبع عدم وجوده يعني مكسب كبير من قبل ما المباراه تبتدي، لكن مازال عنده البدايل أرن سلوت، خاصه دلوقتي بدا يلعب بشكل 4-4-2 وشفناه كتير بيلعب من غير محمد صلاح. يعني شكل الخطه اختلف، ما عادش الفريق الطائر بتاع كلوب ده بنشوفه على طول قدام والاثنين جناحين قدام والضغط العالي، ما عادش الكلام ده مع أرن سلوت. في واقعية شوية قدر انه يفوز بيها الموسم اللي فات، لكن السنة دي قدم مستويات مش قد كده ومش عاجبه الجمهور، لكن اللي يشوف الوقت عنده 58 نقطة هو في المركز الرابع يغير شوية النظرة عنه السيئة، وفي السباق ممكن ان هو يلعب دوري أبطال في الموسم القادم. الدوافع عند الفرقتين، برونو فرنانديز بيقدم مستويات ممتازة، قدر مايكل كاريك انه يحصل على توازن في وجود كوبي مينو بعد ما كان هيرحل خلاص من اليونايتد مع اموريم، بدأ يبقى الركيزة الأساسية وبيقدم مستويات هايلة، خاصة كان بكازيميرو النجم اللي بيحرز كل ماتش بدماغه او بيعمل اسيست، يعني نجم كبير غير الدور الدفاعي اللي بيقوم بيه، وشفنا دموعه لما كان خارج من المباراة والجماهير بتحييه. كازيميرو قدم مستويات ممتازة، عاملين ثنائي ممتاز ورا، بدأت الدفاعات تتحسن خاصة لما رجعت 4 زي ما اتفقنا قبل كده 4-2-3-1، وجود امبويمو وكمان وجود ماتيوس كونيا، لكن المباراة دي هو مصاب، عنده الخيارات البديلة، في ديالو موجود، في شيشكو قدام هيكون موجود قدام برونو فرنانديز، وزي ما اتفقنا لوك شو والمستويات الهايلة اللي بيعملها ناحية الشمال، ومازال كاريك بيدهشنا بالأداء بتاعه والهدوء والحكمة اللي بيقدمها وفاهم مفاتيح لعبه بشكل كويس. أما بالنسبة لأرن سلوت اللي ممكن يغير في التشكيلة الأساسية بتاعته ويلعب بروبرتسون ناحية الشمال ويلعب بجونز برضه ناحية اليمين تاني بعد المستوى اللي قدمه قدام نسور كريستال بالاس. وفي قلب الدفاع طبعا الاثنين المعروفين كوناتي والهولندي نجم كبير فان دايك، في نص الملعب في خرافنبرغ، ممكن ماكاليستر او يلعب بسوبوسلاي مرة تانية، قدامهم فيرتس، وعدم وجود محمد صلاح ما فيهوش اي مشكلة لان سوبوسلاي وفيرتس ممكن يكونوا موجودين مع بعض، خاجبه متأخر شوية عن إيساك، إلا لو كان أرن سلوت خايف من المباراة دي وعامل لها حساب مختلف. لكن هو عامة الماتش هيكون سجال، الفرقتين ممكن جدا عندهم مفاتيح لعب اللي يكسب. هنشوف الدوافع طبعا في الأولد ترافورد هتكون مايلة ناحية اليونايتد، لكن ما نقدرش نستثني طبعا فرصة ليفربول في إنه يقدم مباراة كويسة وممكن كمان يفوز بيها، خاصة إن الفريق بدأ يستعيد بعض التوازن خاصة في نص الملعب. عشان ما اطولش عليكم يلا نطير على يوم الاثنين، يلا بينا. واخيرا الميجا مايند على موعد بره ارضه مع التوفيز في مدينة ليفربول، ومهم جدا المباراة علشان ما يضيعش السباق اللي بدأ يبقى هو بطله بعد ما كان بيلعب في الكاس مع ساوثهامبتون وقدر انه يكسبه ويفوز عليه ب2-1. في المباراة دي لازم ان هو يفوز برضه على التوفيز، وبالنسبة للتوفيز عايز يفوز 47 نقطة عشان زي ما انت شايف في الجدول كده يقدر يرجع تاني للمنافسة على مقعد في الدوري الأوروبي أو الدوري المؤتمر، وده بالنسبة له يعني حلم كبير والجماهير كلها بتسنده، والفرقة بقى فيها توازن رغم فقدان جاك جريليش زي ما اتفقنا. قدروا انه يظهر انداي ووجود بيتو وباري الاثنين بيأدوا مستويات كويسة جدا، جارنر ومعاه مايكل انكو وتاركوفسكي في الدفاعات وفي نص الملعب، يعني الفرقة شكلها كويس جدا، وبيكفورد
برضو حارس صحيح مجنون شويه لكن بيقدم مستويات كويسه جدا. الفريق شكله حلو. ممكن ان احنا نشوف مباراه يعني صعبه فعلا على ميجا مايند، خاصه ان بدا يبقى الميجا مايند بيعتمد اعتماد شبه كلي على النجم الكبير تشيركي، وتشيركي هو مفتاح اللعب الاهم، ولو اتمسك بيكون صعب قوي على الفريق لو لاحظت انه يحرز اهداف حتى في وجود النجوم الكبيره دوكو على الجنب الشمال وسيمينيو ناحيه اليمين. وطبعا هالاند سفاح شباك مستني الساطه واللقطه، وهيكون تواجد برضه برناردو سيلفا تاني مع رودري، وورا خط الدفاع خوسانوف مفيش غنى عنه مع مارك جاي. الاثنين خلاص ثبتوا اقدامهم ومفيش يعني كلام. في ناحيه اليمين اورايلي اللي بيكمل في نص الملعب الطريقه اللي بيحب يعملها جوارديولا لما كان بيعملها مع كيل ووكر، وقبل كده كان بيعملها مع زينشينكو لما كان بيكمل من ناحيه الشمال. مش معناها ان اللعيبه دي لعيبه خارقه، هي الفكره نفسها اللي كويسه وطريقه التدريب عليها وتنفيذها. لكن انا ما زلت مقتنع ان اورايلي لعيب يعني اكتر من العادي بشويه، يعني منفوخ سيكا. وفاكرين فودن طبعا، والناس كانت مختلفه معايا. فودن يعني لعيب كويس جدا جدا وممتاز، لكن طبعا كان صعب جدا انه ياخد احسن لاعب في الدوري الانجليزي، خاصه في وجود كم نجوم كبيره جدا في الموسم ده بالذات. طيب عامه المباراه بالنسبه لجوارديولا يحاول انه يمتص حماس التوفز ان هو يحرمهم من الكوره ويبدل الكوره تك تك لمسه ولعبه على طول بالاستحواذ، خاصه في وجود برناردو سيلفا ورودري في الحته اللي في النص. تشيركي عليه دور كبير قوي انه ياخد فاولات على حدود المنطقه تخوف شويه خط دفاع ايفرتون، خاصه لو تحصلوا على انذارات او حاجه هتبقى مشكله كبيره بالنسبه لديفيد مويس. لكن ديفيد مويس يعني عنده مازال برضو الدوافع زي ما اتفقنا، 47 نقطة و70 نقطة للسيتي. هنشوف الماتش ده ماتش مثير جدا. دانيال فاركي اللي مرشح لأحسن مدرب في الشهر مع أرنا سلوت وباقي المدربين بينافس على الهبوط، مازال مهدد، وما زال نوتنغهام فورست مهدد، وست هام مع نونو سانتو مهدد. وما ننساش ابدا المهمه الشبه مستحيله لروبرتو ديزيربي في يعني تواجده في البريمير ليج الموسم القادم. المنافسه على اشدها سواء فوق او تحت او حتى في النص على مقاعد الاوروبيه. الدوري الانجليزي يعني بيورينا قد ايه فرق كبير قوي بين الكره اللي موجوده هناك في انجلترا واللي بنشوفها في اماكن تانية، خاصه في دورياتنا العربيه. ولو وصلت معايا لاخر الفيديو بتمنى انك تشترك في القناه وتشاركني برايك. اوعى تنسى ان التحليل في ملعوبه بودكاست غير الدوري الانجليزي البريمير ليج معايا انا محمد القاضي غير. اشوفكم على خير، سلام.